دايما بنتكلم عن حاجة. يمكن بعد ما قلنا في حلقاتنا السابقة اللي كانت على اليوتيوب عن موضوع الشخص النرجسي. آه، اتكلمنا عنها كتير لدرجة ان كان في ناس بتبعتلي على الصفحة تسألني بالنسبة للشخص النرجسي احنا هنعيش ازاي بعد منه. وكان في حد حتى كان بيتكلم ان زوجته كانت نرجسية ومش عارف ان هو ازاي يعيش بعد كده مع الابناء بعد ما هي سابت يعني الأسرة يعني أو سابت له الأبناء. في نقطة عايزة أكلمكم فيها. إحنا دايما بنبص على الشخص اللي كان عايش معانا، يعني إحنا بنبص على الزوج، أو بنبص على الأب أو الأم أو الإخوات أو الأصدقاء أو الزملاء أو الناس اللي كانوا موجودين حوالين مننا. فدايما بنعمل عملية إسقاط على الشخص اللي هو كان موجود، ان احنا بنتكلم عن ان الشخص ده هو اللي كان عامل لينا المشكلة، او احنا متضايقين من ان احنا حاسين ان احنا ضحايا للموقف ده. فتلاقي الشاب او الشابة المراهقة مثلا بيبقى المشكلة بتاعتها ان بعد مشكلة معينة مع الأسرة تبدأ بقى ايه، تحس ان هي كان في مشكلة بينها وبين الأسرة، وتبدأ بقى تبني على ده مشاكل تانية. يعني تقولك أنا حصل كذا كذا فهم السبب، هم اللي عملوا فيه، هم اللي قالوا. هتلاقي برضو اللي عنده مشكلة مع شريك الحياة برضو نفس الحكاية، زملاء العمل برضو نفس الحكاية. طيب احنا خدنا الجانب الأولاني، وأنا قلت قبل كده إن احنا نعمل مجموعة حلقات تغطي فكرة ان انا بتعامل مع شخص نرجسي. وانا قلت قبل كده ان الشخص النرجسي هو شخص سام، وانا ما فيش قدامي غير حلين: اما ان انا بتعايش مع الشخص النرجسي وده في حالات معينة، ان او الشخص السام او الشخص اللي هو دايما بيأذيني او كده في بتتعامل معاه بطريقة سلمية. طيب في بعض الاحيان لا، بيبقى لازم ان انا اتخلص من التعامل مع الشخص ده، يا اما بتجنبه او بقلل المعاملة، او اني بحاول اشوف وسيلة لان انا ازاي اتعامل مع الشخصية دي. يعني يبقى في تعامل بس في كنترول على المعاملة مع الشخصية دي. طيب نيجي بقى المردود عليا انا كشخص، انا عملت ايه او انا استخدمت ازاي في اني ادخل في الدايرة دي وبعدين اطلع منها في الاخر ان انا بشتكي او بعمل اسقاط على الجوانب الاخرى اللي حوالين مني، وابدا اقول لا ده في مشكلة هنا وفي مشكلة هنا وفي مشكلة. في نقطة واحدة احنا ما بنبصلهاش: الاشخاص الاخرين بيبقى عندهم نوع من الثقة زايدة عن اللزوم، اللي هي بتوصلهم لمرحلة انهم بيحسوا ان هي الانا الايجو عندهم بتبقى عالية، فيقوم يقول انا اللي ايه، انا استحق، انا عايز، انا اللي هعمل. فتبص تلاقي ان عنده الايجو ده عالي وحاسس ان كل حاجة بيعملها بتبقى صح، مع انه ممكن يكون الشخص اللي قدامك ده هو اللي غلط، وهو اللي بيعمل اسقاط عليك بالانانية اللي عنده. طيب انت بالنسبة لك ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان نسبة ان الانا عندك قليلة، حب الذات عندك قليل، احترامك لذاتك مش متواجد. افتقدته امتى بقى؟ ممكن يكون افتقدته وانت صغير من خلال التربية، انك انت دايما خدت على طريقة معينة، انك تكون انسان مطيع، انسان طيب، انسان بيسمع الكلام، بيعمل كل حاجة علشان اللي حوالين منه يبقوا راضيين عنه. فهتلاقي ان في جزء انت مفتقده او انت مفتقداه موجود فيك انت. فاحنا ما بنديش فرصة لنفسنا ان احنا ندور على نفسنا احنا نفسنا. طيب النقطة التانية اللي احنا يعني بنفتقدها ان انا ابدأ اقول الفرق ما بين حاجتين: الانانية وحب الذات. يعني ايه؟ في ناس بتقولك لا انا ما اقدرش ان انا احب نفسي قوي والا انا هبقى انسانة انانية. لا، هو في فرق ما بين هنا وما بين هنا. هدي مثال بسيط: احنا دلوقتي لو 2 اخوات، واحدة دايما بتاخد هدوم اختها الجديدة ودايما هي اللي بتنزل بيها وبتخرج بيها وبتروح بيها، مع ان التانية لما بتجيب الهدوم تقول مش مشكلة وفيها ايه خليها ايه هي اللي تخرج بيها، خليها.
خلي بالك ان في واحدة اكتسبت حق، بقى خلاص ما بقتش مرة او اتنين في تنازل، لا ده بقى حق مرة واتنين وتلاتة وعشرة ومية ومليون. والتانية تنازلت عن حقوق اكتر من مرة، فبقى ده شيء مكتسب خلاص. ففي الحياة اللي احنا بنعيشها لما بندي لحد، لان احنا بنتربى كلنا على العطاء. يعني احنا دايما الاسر عندنا كانت تربينا على العطاء، اللي هو يقول لك ايه، حب زميلك، حب او حب زميلتك، اديهم من اللي معاكي، خليكي طيبه، اعملي كذا. في البيت نفسه كمان بتلاقي ان بعض الاسر بتلجأ لحتة ان انا ايه، بضرب علشان خاطر هم يحبوا بعض، فانا بضرب هنا علشان ده يدي لده وده يأكل ده وده يعمل لده. طول ما انت عندك ده مبني، فبالتالي انت ما عندكش حتة حب الذات لنفسك، اللي هو حتة ان انا احترم نفسي، انا ادي لنفسي انا احقيتها. فبتكون النتيجة ايه بقى حضرتك؟ انك انت شخص يطلع اناني قوي، اللي هو بقى بيتغير على حسب ان هو في اشخاص انانية، في شخص سام، في شخص نصاب، في شخص منافق، يعني متعددين. نيجي بقى للشخص اللي احنا دايما بنقول عليه طيب، ده لا هو مش طيب ولا غبي ولا هو الإمعة ولا الحاجات دي كلها، لا ده هو شخص كان مسالم، شايف الصح، هو شخص عقلاني، بيوزن الأمور بطريقة عقلانية، بيتعامل مع الناس بطريقة عقلانية. فبالتالي بيتم استغلاله من خلال الأشخاص اللي حوالين منه، نتيجة لأنه هو إيه، حس إن لا، هو باصص لأن حب الذات هو الأنانية. لا، حب الذات حضرتك هو مش أنانية، ولا زي بابا وماما معلمونا، ولا زي المدرسين بتوعنا معلمونا، ولا زي الكلام اللي بيتقال حوالين مننا في المحاضرات اللي بنسمعها في أماكن دور العبادة أو غيره. لا، حضرتك حب الذات إنك تكرم نفسك أنت بنفسك، سواء البنت أو الولد. وإن لم نجد ده في البيت عندنا وما تربيناش عليه، نحاول احنا نرفعه، لان مش هتلاقي اللي حوالين منك بيدعموك او بيرحموك او بيدولك الايجو بتاعتك المناسبة اللي لو كنت انت اللي هتفرضها عليهم. طيب احنا هنقول بسرعة كده ان احنا بتنشأ عندنا من جوانا في بعض المشاعر السلبية اللي بتكون نتيجة لان احنا زي ما انا قلت دلوقتي ناتج ان ايه، لا ما تحبش نفسك، لا ما تبصش لنفسك، الحاجات اللي هي ايه اللي بتفضل موجودة. ففي واحد بيبقى متأثر بيها لان هو طبيعي، هو معطاء، وفي واحد تاني بيبقى عايز ياخد ياخد ياخد، فهو ده الشخص اللي بيجتذب كل حاجة لنفسه، وبيتحول للأشخاص اللي احنا قلنا عليها، اللي هي هنقول بعد كده ازاي كل شخصية من دي بتأثر، لأن مش كلها بس هي الشخص النرجسي، يعني مش هو واحد بس هو النرجسي أو النرجسية هما بس اللي بيأثروا فيه. طيب بنيجي إن بتظهر علينا علامات. انت بقى بص لنفسك بقى، سواء انت كنت مراهق وعندك مشكلة وبدأت تكتشف الحكاية دي، أو في مشكلة تانية مع الحياة، في الزملاء، في التعاملات، هتلاقي انك انت كام نقطة كده بص عليهم. لو حسيت انك بتحتقر نفسك، طب انت بتحتقر نفسك ليه؟ بتقلل من نفسك ليه؟ في الدنيوية دي ليه؟ بتحتقر نفسك ليه؟ هتلاقي نفسك انك انت ايه، الشخصية اللي هي اللي انا بقول عليها، اللي هو بقى بدأ يحس ان ما هو مش مدي لنفسه حب الذات او الاحترام والتقدير المناسب لشخصه. بتكون النتيجة ايه؟ الاحتقار ده بيجي من ايه؟ ان انا مثلا لو عملت ابسط غلطة، لا انا عملت، ويبدأ يحاسب نفسه حساب الملاكين. في اخطاء ممكن ان احنا نتعداها ونتخطى ده وندخل على حاجات تانية، لكن ما افضلش طول الوقت بحاسب نفسي. دي حاجة. الحاجة التانية، في حاجات غير الاخطاء البسيطة، لو هي حتى اخطاء كبيرة، وانا اقدر ان انا اعالج الخطأ اللي انا عملته ده، اعالجه ازاي؟ تمام. هل بالرجوع لربنا سبحانه وتعالى، هل بان انا بشوف مثلا في حاجات معينة مثلا بنقدم عليها حاجات زي مثلا اللي هو مثلا